السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي الجزائريين، خوتي المغاربة، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ الصحة لاباس؟ والله الا حشمت نهضر معكم في هذا الفيديو. هضرنا معكم في الفيديو اللي فات وقلنا لكم اصاحبي راه بوتفليقة مات، وراه مشاكل عندكم، وراه توقع حرب اهلية، يقدر يوقع انقلاب، راه عيب وعار رئيس ميت وحاكم 50 مليون، راه عيب وعار دولة لاباس عليها وعندها البترول والغاز ومشات. ما تيقتوناش. دابا هما التقارير وها هما الاخبار، كلشي معروف دابا. بوتفليقة رحمه الله، القايد صالح هو الرئيس الحالي، وبوتفليقة غادي يبقى في الثلاجة 3 سنين حتى يكملوا به. عادي شي من هنا 3 سنين، يعني حنا دابا في 2017 2020، هاد النظام الجزائري غادي يقول للشعب الجزائري بان بوتفليقة مات. 3 سنين، 2017 حتى 2020. ومن هضرنا ناضوا واحد الاوباش وبقى فيهم الحال، واخا هما هادوك محسوبين على المرتزقه ديال البوليزاريو ما تيمثلوش الشعب الجزائري الحر، وانما ماشي موش. الهضره اللي قلنا لكم صحيحه، بوتفليقة مات وانتم ما بغيتوش تيقوا. نتوما راكم خوتنا الجزائريين، راه شعب بحالنا بحالكم تماما. راه اصلا عندنا قلنا لكم تنعاودوا نقولوا راه كاين المغاربه كاين الجزائريين اصح، راه ما كاين حتى فرق. راه شحال هذا قبل ما راه كنا شعب واحد. شينا نقولوا لكم هاد الهضره حنايا كمغاربه. انا مغربي جزائري، يلا باش ما تقولوش هذا تيهضر بقى فيا الحال يجي واحد براني مروكي يهضر عليا. انا مغربي جزائري اخويا، انا مغربي جزائري. السي الحمر تيهضر مع الشعب الجزائري مع خوتو. راه عيب وعار صاحبي واش الرئيس ميت يا صاحبي وانتم ما فهمني يا صاحبي. راه حشومه كاع، نوضوا طالبوا بحقكم، ديروا مظاهرات، ديروا باج فيسبوكات، ديروا شي تجمعات، ديروا شي حاجه، بغينا نعرفوا الرئيس. والتصاور اللي بانوا ديال بوتفليقه راه مفبركه ديال 2014، وراه فتحاتهم قناه فرنسيه وفتحوا من الجرائد الفرنسيه، راه داكشي بالوثائق وبالصور بان هذيك راه ماشي بوتفليقه، راه قديم داكشي ديال عنده 3 سنين دابا في 2014 ديك التصاور. بوتفليقه راه قلناها باش نعاودوا نقولوها رحمه الله. بوتفليقه راه دايرين عليه الثلج اخوتي، راه عرفوا الحراره دابا تزادت في الصيف داخل، راه كثروا عليه الثلج، دايرينو في الثلاجه دوز 3 سنين ديالو عاد يدفنوه. كشفت الصحيفة الجزائرية CNP نيوز وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في بيته بزريلدا غرب الجزائر العاصمة. وأضافت الجزيرة وفقا لمصادر موثوقة لها أن الفريق الطبي المتكون من أطباء متخصصين بينهم سويسريين وفرنسيين أوضحوا أن عبد العزيز بوتفليقة في مرحلة غيبوبة لا رجع فيها، وأن دماغه لا يعمل، وأنه لم يعد قادرا على التنفس الطبيعي، وبمصطلح طبي أكثر دقة إن الرئيس قد مات سريريا لكن يتنفس اصطناعيا. وفقا لنفس المصادر فإن الفريق الطبي قد أقنع أخ الرئيس الجزائري السعيد بوتفليقة على عدم إجلاء شقيقه إلى سويسرا، لأنه لم يعد يجدي إجلاء الرئيس إلى سويسرا لأنه لا يمكن إعادته إلى الحياة. ما كرموش حتى هو ميت باش يدفنوه يا صاحبي. ما كرموش الشعب الجزائري يقول لهم راه بوتفليقة مات. وفين هي الديمقراطيه؟ فين هو الشعب الجزائري اللي ضحى بالرجال؟ فين هي مليون شهيده صاحبي اللي ماتت على ود ديك الجزائر؟ ودابا صاحبي حتى الرئيس ما يقولوش لكم مات. كان معكم السي الحمر، السلام عليكم.